مساء الخير ومساء النور، مرحبا بكم في الموقع الالكتروني اي تي في الامازيغي مع الفنانه القديره نجيه العراف اللي شفناها في الشاشه الجزائريه ودخلت لبيوتنا ونحبوها، وانا من صغري وانا نتفرج فيها. الشرف العظيم اني ندير معها مقابله. نقول لك استاذه نجيه مساء الخير. مساء الخير، واش راكم؟ لاباس؟ نتمنى تكوني بخير ان شاء الله. الحمد لله، هاد الساعه الحمد لله. اكيد. الحاجه الاولى راح نسقسيك واش رايك في شفناك ديما تحضري عند لميا ميري، واش رايك في المهرجانات تاعها بالاخص الطبعه العاشره؟ والله غير يعني دارت حاجه مهمه وبالطبع نتمنى لها النجاح اكثر واكثر ان شاء الله. اكيد. بما انك محبوبه الجمهور الجزائري، هل الاستاذه نجيه العراف راح نشوفوها في رمضان 2025؟ ان شاء الله. راني مع المجموعه نتاعي نتاع اصحاب البطحه، رانا في عمل جديد نتاع الرباعه، وعندي تاني فيتون واحد اخر مع ممثلين يعني لاباس بهم، مع مسيو كريم موساوي. الحمد لله عندي دي بوب، عندي الحمد لله. هل العمل الثاني عمل درامي ولا كوميدي؟ لا عندي كان عمل كوميدي وعندي عمل درامي. ممكن تنورينا باسم العمل الدرامي ولا لا؟ والله ما نكذب عليك، ما شفتش مليح على حسب مي راني في معاهم في الدراما باذن الله، وان شاء الله نشوفوك في رمضان 2025، ونتمنوا لك طول العمر ان شاء الله يا رب، باش جمهورنا ديما يتمتع بالمسلسلات الرائعه. بما اننا مقبلين على سنه 2025، واش تقولي للجمهور الجزائري بنهايه هذه السنه؟ نقول لهم ان شاء الله يدخل علينا بالربح العام الجديد وبالصحه والهنا، باسكو الصحه هي كلش، وان شاء الله رمضان يدخل علينا بالربح. كل عام وانتم بخير والجزائر بخير ان شاء الله. شكرا لك على هذه المقابله.